الزبادي اليوناني القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، والبروتين عالي قوي مقارنة بالزبادي العادي، ومناسب للكيتوجينيك دايت. وسعره اللهم بارك بقى في حتة تانية. يعني هتعمل ايه في سعره؟ طب ايه رأيك بقى ان انا هكسر لك كل الكلام اللي انا قلته في الاول ده؟ هفهمك في الحلقة دي، هتفهم الخرافات اللي في دماغك عن الزبادي. مبدئيا انا عشان اعمل زبادي او زبادي يوناني، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنجيب اللبن وبنغليه، بغض النظر بقى بناخد الوش او بنشيل الوش، المهم اللبن بعد الغلي بنعمل له عمليه الخمير عشان نحوله لزبادي. الزبادي الطبيعي ما متخلصش من اي حاجه من مكونات اللبن. اما الزبادي اليوناني انت بتعمل ايه؟ بتبدا تتخلص من الميه اللي فيه دي اللي هو شرش اللبن، علشان تتخلص من كل السوائل وتعمل لي الزبادي اليوناني. طب هل تعلم ان شرش اللبن اللي انت اتخلصت منه ده عشان نعمل الزبادي اليوناني، الواي بروتين برضو اللي انت بتروح تشتريه عشان فيه بروتين عالي، هم اصلا بيعملوه من شرش اللبن عشان شرش اللبن غني جدا بالبروتين اللي هي الميه اللي انت بتتخلص منها دي واحد. تاني حاجه، انت اتخلصت من شرش اللبن فانت عملت زبادي يوناني ما فيهوش الميه دي اللي هي غنيه جدا بحاجات كتير قوي، اللي انا اصلا عملت حلقه مخصوص عن شرش اللبن وناس كتير ما كانتش فاهمه ايه شرش اللبن. دي الميه اللي انتوا بتصفوها لما بتيجوا تعملوا زبادي، هو ده شرش اللبن. تمام. النقطه الثانيه، هو ليه غالي؟ سعره غالي ليه؟ هقول لك ليه. ركز معايا. الشرش الزبادي نفسه، انا لو مثلا بجيب كيلو لبن مثلا ب 20 جنيه. الكيلو لبن لو عملت الزبادي اللي هو العادي ما تخلصش من اي حاجه، مثلا اعمل لي 7 كوبايات زبادي مثلا، فاصبح ال 20 جنيه لما اقسمها على ال7 كوبايات هيطلع مثلا كل كوبايه مثلا ب 3 جنيه مثلا. طيب تعالى بقى في الزبادي اليوناني، نفس كميه اللبن اللي هو الكيلو اللي هو ب 20 جنيه انا عملت بيه اليوناني، بس انا هنا اتخلصت من السوائل اللي فيها واصبح بس الماده السوليد اللي هو الزبادي بس هي المتبقيه. فسي مثلا لو كيلو اللبن عمل عندي 7 كوبايات زبادي عادي، لا هنا مثلا هيعمل لي كوبايتين بس، لان انا اتخلصت من كل السوائل ورميتها، فاصبح المحصله النهائيه للوزن في الاخر الجاف قليل. فبالتالي انا كتاجر انا اصلا جايبه ب 20 جنيه، فانا في الاخر عمل لي كوبايتين، كوبايه هتبقى ثمنها مثلا ب 10 جنيه. وصلت يا عيله؟ وصلت الفارق وليه سعره غالي، وان احنا بنجري ورا اي حاجه وما احناش فاهمين. الزبادي اليوناني لا طبعا، زبادي يوناني انت عايز تجيبه بامكانياتك الماديه تمام، اما الناس العاديه الزبادي اليوناني يا جماعه هو الزبادي الطبيعي، ولكن اتخلصوا من شرش اللبن اللي هو اصلا ليه فوائد كتيره جدا وكنت عامله له حلقه مخصوص.